بتبدأ أحداث فيلمنا مع بطلتنا لين شياو بان، وبنشوفها لما وصلت لمطار شنغهاي وهي في طريقها للخروج من المطار. بتكون بنت صغيرة اسمها إيوان يي ماشية وراها وبتمسك في شنطتها، وساعتها لين بتقف تشوفها عايزة إيه بالظبط، وبيتضح إنها تاهت من باباها وعايزة تساعدها إنها تلاقيه. وفعلا لين بتوافق إنها تساعدها تلاقي باباها. وفي نفس الوقت والد البنت سيد زو فاي بيكون في أوضة المراقبة بيدور على بنته بمساعدة أمن المطار، وفجأة بيشوفها مع لين وبيعرف المكان اللي موجودة فيه وبيروح بسرعة عليه، وفعلا بيقدر انه يوصل لها وبيحضنها جامد قوي من كتر قلقه عليها. لكن بمجرد ما بيشوف لين ومعاها نفس لعبة بنته بيكون مفكر انها من تجار اعضاء البشر ولا حاجة، وبيتهمها انها خاطفة بنته. ولين بتحاول تبرأ نفسها وبتقوله انها لسه واصلة لشنغهاي، لكن زو فاي بيكون مصمم على رأيه وبيطلب من ضابط الامن انه يقبض عليها ويتأكد من هويتها. ومش بس كده، ده كمان صورها علشان يراقبها، وبعدها بيسيبها للضابط وبيمشي. وساعتها الضابط بقى بياخد من لين الباسبور وبياخدها معاه للمكتب، اتفضلي معايا عشان يتاكد من ورقها كله. بس تعالوا بينا نرجع ورا شويه قبل سفر لين ب 10 ايام كده وهي لسه في اليابان، وبنشوفها وهي في بيتها بتدور على جواز سفرها في كل مكان، وده علشان قررت انها تتجوز من ورا باباها الشخص اللي بتحبه شو زيوي، ده بسبب انه مش بيحبه ومش عايز بنته تتجوزه. لكن لين مش بتلاقي جواز السفر وبتضطر انها تروح تسال باباها عليه، وبتنزل بسرعه تروح له في مكان شغله واللي بيكون مطعم تحت البيت على طول. وبمجرد ما بتنزل له وبتساله بيعمل نفسه انه مش عارف هو فين، وهو اصلا بيكون شايله معاه دايما في جيب البنطلون. وساعتها لين بتطلب منه انه يطلع معاها يدور عليه بقى، وفعلا باباها بيروح معاها على البيت وبيعمل نفسه قال يعني بيدور معاها، لكن للاسف مش بتلاقيه. ولما بتلاقي نفسها اتاخرت على ميعاد مقابله حبيبها بسرعه بتجري وبتسيب باباها وبتمشي. وبعدها بنشوفها وهي بتقيس فستانها في اتيليه فخم جدا ومعاها تشوزيو حبيبها، ولكن بيتضح انه ثمن الفستان غالي جدا عليهم. ورين انها عارفه ظروف تشوي كويس قوي وانه فقير كمان ومش معاه المبلغ الضخم ده، بتكون عايزه تغيره، لكن تشوي بيرفضوا انها تغيره وبيصمم انها تاخده لانها بتكون ليله واحده بس في العمر. وبعدها بياخدها وبيروحوا يتصوروا السيشن بنفسهم، لكن اثناء التصوير بيجي ولد بعجله وبيعدي على فستان لين وبيقطعه من غير قصد. وساعتها لين وتشو بيتصدموا لما بيرجعوا الفستان للاتيليه، بيطلبوا منهم تعويض كبير قوي، بيكون مبلغ التعويض اكبر من ثمن الايجار نفسه بكتير. ولان بيكون مش معاهم المبلغ ده دلوقتي، الاتيليه بيديهم فرصه لتاني يوم الظهر بيجي فيهم المبلغ، ولو اتاخروا هتضاف عليهم ضريبه كمان. وبنرجع تاني للين في الوقت الحاضر في شنغهاي، وبنلاقيها راحت تقابل صاحبتها دودو في مكان شغلها، وبمجرد ما بتشوفها بتموت من الفرحه وبيحضنوا بعض جامد قوي. بس تعالوا بينا نرجع مره تانية قبل 10 ايام ونشوف لين عملت ايه هي وحبيبها. وبنشوفهم بعد ما خلصوا مع الاتيليه، شو بيقول للين ان كل واحد فيهم يجمع المبلغ اللي يقدر عليه ويدفعوا المبلغ اللي عليهم، وبعدها بيسيبها وبيمشي. ولين بيكون متضايقه جدا وفعلا بتبدا انها تتصرف في اللي تقدر عليه، لكن اول حاجه مكان شغلها ما وافقش لان القبض في اخر الشهر. وفي نفس الوقت تشو هو كمان بيعمل اتصالات وبيحاول يجمع المبلغ لكن برضه مش بيقدر. وبعدها تشو بيتصل بلين وبيحاول انه يهديها ويطمنها ويحاول يخرجها من مود الاكتئاب ده ويديها امل كمان. وتاني يوم الصبح لين بتروح على بيت تشو علشان ميعاد الاتيليه وتشوفه عمل ايه بالظبط، لكن بمجرد ما بتوصل بتعرف من صاحبه وشريكه في السكن كمان انه مشي فجأة من المطعم وسابهم. ولما رجعوا للسكن اكتشفوا انه ساب المكان، ولما لين بتسأل راح فين صاحبه بيعرفها انه ما يعرفش، وان كمان المدير قال انه قدم استقالته. وساعتها لين بتتوتر جدا وبيبان عليها القلق وبتفضل تجري وتدور عليه في كل مكان زي المجنونة. ده حتى كمان راحت على الجامعة بتاعته وسألت عنه الدكتور سيد كواموار وقال لها ان هو كمان بيدور ومش لاقيه. بس لما جه على المعمل الصبح لقى انه سايب له ورقة بيودعه فيها، ومعنى ده انه ما سافرش فجأة وكان مخطط لكل ده. وساعتها لين من كتر صدمتها بتقول للدكتور انه مستحيل يعمل كده وانه ما يقدرش يمشي ويسيبها من غير ما يودعها حتى. وبعدها بتخرج من المعمل وهي تايهه وسارحه في تفكيرها ومش عارفه تعمل ايه ولا تروح فين ولا تيجي منين، وبتفكر في ذكرياتها مع تشو واللحظات السعيده اللي عاشوها مع بعض طول النهار. وفي الليل بترجع للمطعم بتاع باباها، لكن قبل ما تدخل بيلفت انتباهها جواب في صندوق البريد، ولما بتفتحه بيتضح انه جاي لها من تشو وبتاسف لها فيه على اللي عمله، وانه لو بقى غني في خلال سنتين بيرجع يتجوزها، لكن لو ما حصلش ده لازم انها تنساه. وبتدخل المطعم وعيونها كلها حزن وحزينه جدا على اللي حصل وعينيها مرغرغه في الدموع. وبيسالها باباها عن اللي حصل وكانت فين طول اليوم، لكن لين بتنهار وبتقع من طولها. وبمساعده صاحبه جوانج بيقعدوه على الكرسي وبياخدوا من ايديها الجواب وبيعرفوا منه ايه اللي حصل. ونتشو هجرها، وساعتها باباها بيتضايق جدا وبيتعصب وبيكون عايز يروح يقتله من كتر حزنه على بنته، لكن جوانج بيمنعه يخرج وبيفضل باباها يزعق لها لانها ما سمعتش كلامه قبل كده. وفي اثناء ما بيتكلم مع بنته بيدخل
بيدخل عليهم اشخاص غريبه جدا وبيسالوا عن لين، وبيتضح انهم من اتيليه تاجير الفساتين، وبيطلبوا منها انها تسدد المبلغ في اقرب وقت ممكن، وبيسيبوها وبيمشوا. ولما باباها بيسمع الكلام ده بيفضل يسالها كانت ناويه تعمل ايه، لكن لين مش بترد عليه. وتاني يوم الصبح بنشوف مامة لين جت على المطعم، وبمجرد ما بيشوفها شياو بان بيتضايق جدا وبيحاول يطردها بره المطعم لانهم منفصلين من زمان جدا، وعمرها ما فكرت تسال على بنتها حتى. لكن بمجرد ما بيتصل بيها جوانج وبيعرفها اللي حصل مع بنتها والدين اللي عليها، جت بسرعه تطمن وتسدد المبلغ ليها لانها متجوزه من شخص غني جدا. لكن شاو من كتر غيظه بيكون مش طايقها وعايزه تمشي من المكان بسرعه كمان، وبيفضل يلومها على اهمالها في السؤال عن بنتها. وفي نفس الوقت بتدخل عليهم لين وبرضه بتتضايق لما بتشوف مامتها وبتسالها جايه ليه، ومامتها بمجرد ما بتشوف منظرها بتتخض عليها وبتقول لها ايه اللي حصل معاك يا بنتي، وبترد عليها لين وبتعرفها ان حبيبها هجرها. وساعتها مامتها بتقول لها هم الرجاله كده غدارين ومالهمش امان، وبتلقح بالكلام على جوزها اللي بيتعصب عليها وبيزقها بعيد عن بنته، بيقول لها انها ما تمثلش ان بنتها صعبانه عليها وهي سايباها بقالها 23 سنه وما سالتش عنها حتى. وفجاه لين من كتر خناقهم بتصرخ في وشهم وبتسكتهم، وساعتها مامتها بتعرفها انها عرفت كل حاجه من جوانجو وجات علشان تشوفها، وبتطلع الفلوس اللي بنتها مديونه بيها وبتديها لها. وساعتها لين رفضت تاخدها، لكن بابا بياخدها منها وبيقول لها ان ده من حقها عليها يعني. وبعدها بنشوف لين بتكون ماشيه في الشارع بيوقفها صاحب تشو بيعرفها ان تشو قبل ما يختفي بيوم جات له مكالمه من مامته خلته بقى حزين جدا. وساعتها لين بتساله اذا كان سمع المكالمه ولا لا، وبيرد عليها ارجين وبيقول لها انه ما سمعش. وسالته لين مره تاني اذا كان ممكن تشو رجع للصين ومدينته شنغهاي، وبيرد عليها ارجين وبيقول لها اكيد ممكن يكون رجع يعني. وبنرجع مره تانيه يا اصحابنا الحلوين للوقت الحاضر، وبنشوف لين بتفطر مع صاحبتها دودو من شويه في بيتها، ومعنى كده انها هتعيش معاها في نفس البيت. ولين بتعرف دودو انها هتروح على بيت تشو تسال عنه اهله. ساعتها دودو بتعترض على القرار ده لانها بتكون متضايقه من تشو على اللي عمله في صاحبتها، ومش عايزاها تتذل ليه تاني ولا حتى فكر فيه بعد اللي عمله ده. ومن الناحيه التانيه بنشوف تشو في مركز طبي بيعمل فحص طبي، والدكتور بيقول لواحده ست جايه مع تشو انه سليم ومعافى وما عندوش اي مرض. وساعتها الست دي بتعتذر لتشو بتقول انها بتعمل الفحص ده لاي حد قبل ما توظفه بحكم من جدتها. وبنرجع تاني للين وبنلاقيها مصممه على رايها وراحت على بيت تشو تقابل اهله، واللي بيبان عليهم انهم ناس فقراء جدا وعلى قد حالهم. لكن مامته بمجرد ما بتشوف لين بتفرح جدا لانها ما كانتش متخيله انها تكون جميله وبريئه قوي كده، وبتعزم عليها بالشاي. لكن لين بتسالها ان اخر مره كلمت فيها تشو عرفها مكانه ولا حاجه، وبتكون الست على وشك تقول لها هو فين، بس بترجع في كلامها كده فجاه وبتقول لها انها ما تعرفش، وده بحكم انها كبيره في السن وذاكرتها بقت ضعيفه. وفجاه لين بتسمع صوت حد بيكح، والست بتعرفها انه بيكون جوزها والد تشو، وبتكون لين مستغربه انه بيكح. وساعتها الست بتعرفها لانه تعبان وبيعاني من التهاب رئوي بقاله كام يوم، وانه فجاه جاله دور برد كده وخدته على المستشفى، وهناك الدكتور عرفها ان حالته حرجه جدا على فكره. وساعتها ما كانتش عارفه تتصرف ولا تعمل ايه، اضطرت انها ترن على ابنها وتعرفه باللي حصل معاها. وبعدها لين طلبت انها تشوف والد تشو، وفعلا الست بتاخدها ليه وبتقعد لين معاه وبيدور حوار بينهم. وبتعرف كمان منه ان تشو بعت له مبلغ 300 الف يوان تمن عمليه زرع رئه، وعلى الرغم من انهم ظروفهم صعبه وحالته صفر. علشان كده لين بتستغرب ان ازاي تشو بعت المبلغ ده وما قدرش يدفع ثمن الفستان وهرب يعني، ده ندل جدا بقى. وبعدها بنشوف لين وهي راجعه على بيتها بتتفاجئ بنفس الشخص اللي قابلته في المطار هو منتظرها عند البيت، ولما بيفكرها بنفسه بتنفعل عليه لان بسببه فضلت تتحقق معاها لمده 3 ساعات في المطار. لكن زو فاي بيكون جاي يعتذر على اللي حصل منه هو وبنته رين، وده علشان عرف من ضابط المطار انها مظلومه وانه كان مجرد سوء تفاهم مش اكتر يعني. وساعتها لين بتطلب منه انه يهتم شويه ببنته او يديها لمامتها حتى تاخد بالها منها. وهنا بتعرف من رين ان مامتها ماتت، ولين بتحزن عليها جدا. وبعدها زو بياخد بنته وبيسيبها وبيمشي. ولما بترجع لين البيت بتتصل بباباه في فيديو كول وبتعرفه انها سافرت على شنغهاي وقاعده مع صاحبتها دودو. ولما بتقول له انها تكذب جايه تغير جو دودو بتعرفه انها جايه تدور على تشو. وساعتها شاو بيتضايق جدا وبيتعصب عليها كمان، لكن بعدها بيهدى وبيسالها اذا كانت لقيته ولا لا. لكن لين بتعرفه ان اهله هم كمان ما يعرفوش حاجه عنه. ولما بيكون باباها قلقان عليه بتطمنه دودو وبتقول لها انها تاخدها كل يوم تخرجها وتاكلها وتشربها وتغير لها مودها كمان. وفي الليل دودو ولين بيخرجوا يتعشوا بره البيت، وهم في المطعم لين بتكون قررت انها تشتغل وتستقر في شنغهاي خلاص. ولما دودو بتسالها هتشتغل ايه طيب، في نفس الوقت بيسمعهم شخص بيدور على حد بيكون يشتغل في خدمه التدبير المنزلي بمبلغ 200 الف يوان. وساعتها لين بتتكلم معاه وبتقول انها بتكون الشخص اللي بيدور عليه فعلا. وبعد نقاش طويل بينهم اخيرا الراجل بيوافق. وبعدها بنشوف لين وهي مع الراجل وبيفرجها على المكان اللي عايز يتنظف، وبيكون عباره عن مول تجاري كبير جدا متشطب جديد، والمطلوب
منها تخلصه في اسبوع بس وتسلمه، وبعدها بيديها العربون اللي بيكون قيمته 100,000 يوان، وبتفرح لين جدا بيه. وبعدها لين بتروح على وكالة للخادمات وصاحبتها بتكون فانج لان علشان تستعين من عندهم مجموعة خادمات يساعدوها في التنظيف، وهناك بتتعرف كمان على ابن صاحبة الوكالة فانج لوب، وبتضح ان لان من اشد المعجبين بلين، وكانت متابعة صفحتها على السوشيال ميديا كمان لما كانت بتعمل فيديوهات عن التنظيم. وبعدها بنشوف لين جمعت الخدم وبدأت تشتغل وتنظف المكان المطلوب تنظيفه، وبكل حماس بتفضل مستمرة في شغلها يوم ورا يوم بدون راحة، لغاية لما بيجي اليوم اللي خلصت فيه وشكرت الموظفين اللي معاها، وكان موجود معاها كمان لان وابنها فانج، وده علشان من المفروض يعني بياخدوا منها باقي اتعابهم. لكن لين بيكون باين عليها التوتر والخوف، ولما بتسألها لان عن اللي مضايقها بيتضح ان الراجل اللي سلمها الشغل مش بيرد عليها وبقاله مدة بيمطوح فيها، وساعتها لان بتقترح عليها ترن من تليفون فانج مثلا، وفعلا لين بتتصل بيرد عليها الراجل النصاب ده، لكن بمجرد ما بتعرفه انها لين بيقفل السكه في وشها، طبعا ما هو نصاب. وساعتها لان بتفضل تطمنها وتحاول تعرف منها اي حاجه تخص الشخص ده، لكن بيتضح ان لين ولا ماضي عقد ولا حتى تعرف المكان اللي بيشتغل فيه. وبعدها بنشوف لين وهي موجوده في وكاله لان، بيعرفها فانج انه اتم التعاقد على تجديد المركز التجاري ده مع شركه اسمها كينج في الهوا، وبيعرفها كمان انهم بيكون شركه نصابه. وساعتها لين بتطلب منه العنوان، وبيعرفها فانج انه بتكون على طريق هوي هاي، وبيفرجها على صور الشركه وكمان صوره رئيسها اللي بيكون اسمه زو فاي. وبمجرد ما لين بتسمع الاسم وتشوف الصوره بتتصدم وبتكون مش مصدقه نفسها. ومن الناحيه التانيه بيكون زو سكران ومدهول على عينه وحالته صعبه قوي، وبتدخل عليه لين، وبمجرد ما بتنادي على اسمه بيبص لها زو كده، بتمسكه من رقبته وبتصرخ في وشه وبتطلب منه انه يديها فلوسها، لكن زو بيكون مش فاهم هي بتتكلم على ايه، ولين بتصمم انها مش هتمشي غير لما تاخد فلوسها على داير مليم. لكن للاسف رجاله الامن بيشيلوها بيخرجوها بره المكان. بيكون زو خرج من الشركه، بيتضح ان لين منتظراه في الاستراحه تحت، وبيكون زو خلاص فاق وبيعتذر لها على اللي عمله وانه ما كانش في وعيه. وساعتها لين بتفهمه قصه الفلوس دي، وبيتضح ان زو هو كمان بيتصل على نفس الشخص ومش بيرد عليه، وانه كمان واخد كل حسابه، واكتشف ان في حاجات كتير قوي غلط في الشغل، وعلشان كده بيطلب منها انها لو عرفت توصل له تعرفه بس. وبعدها بيسيبها وبيمشي. لكن لين بتفضل في الشركه لدرجه انها بتبات فيها، وبيدخل عليها زو. ساعتها لين بتنفعل عليه وبتكون شاكه انه اعتدى عليها لان هدومها اتغيرت يعني، لكن زو بيفهمها انها شربت كتير الليله اللي فاتت ورجعت، واضطر انه ياخدها ويغير لها هدومها وغسلهم كمان. وساعتها لين بترجع تطلب منه تاني فلوسها، لكن زو بيكون شركته مفلسه ما فيهاش ولا تعريفه اصلا، علشان كده بيرفض وبيسيبها، وبيروح يجيب لها كوبايه ميه تبلع ريقها بس. ولما بيرجع بيلاقيها مش موجوده مكانها، وبيفكر انها مشيت وبينزل من الشركه، لكن بيتفاجئ انها واقفه على سطح الشركه، وبيكون مفكر انها تنتحر ولا حاجه وتجيب له مصيبه بسبب الفلوس دي. وبسرعه بيطلع يجري على الشركه تاني، وبيطلع من الخزنه المبلغ وبيروح بيه على السطح، وبيديه لين وبيعتذر لها وبيترجاها ما ترميش نفسها ولا حاجه. ولين بتستغرب طريقه كلامه وبتكون مش فاهمه ماله، وبتاخد الفلوس وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم الصبح بنشوف لين قاعده مع صاحبتها، بس باين عليها انها حزينه ومش مبسوطه. ولما بتسالها دودو ايه اللي مخليها حزينه على الرغم من انها خدت فلوسها وهتدفع فلوس الخادمات، وبترد عليها لين وبتعرفها علشان زو ملوش علاقه بالفلوس دي ودفعها من جيبه، وان الراجل هو اللي خدعه، لكن بتقرر ان الفلوس دي بتكون دين في رقبتها وهتسددها لزو في اقرب وقت. وفجاه بتفتكر تشو بتفضل تحكي عنه وبتتمنى انه يرجع لها، وفي نفس الوقت دودو بتكون بتصورها فيديو وهي بتتكلم عن تشو بتطلب منه يرجع لها لانها جت وراه من مسافه طويله جدا. ومن الناحيه التانيه بنشوف تشو مع الست الغريبه دي تاني، وكمان بيتصوروا صوره سيلفي كده مع بعض علشان يبينوا انهم بيحبوا بعض، وده علشان برضه جدتها تشوف ده على السوشيال ميديا. ولما تتفرج على حالتها، وفجاه الست دي بتقول لتشو ان مهمه النهارده خلصت، وبتضح انهم متعاقدين على تمثيل ده، وتشو عمل كده بس علشان يكسب فلوس وكمان علشان يكمل دراسته، بس بيكون باين عليه جدا انه حزين. وبنرجع تاني للين، وبيكون تاني يوم الصبح، وبنشوف دودو طايره من الفرحه وبتدخل تصحي لين من النوم بسرعه، وده لانها نشرت الفيديو بتاعها على النت والناس كلها استجابت ليه، وكمان ساعدوها انها تلاقي تشو وعرفوها مكانه كمان. وبسرعه بتروح لين ودودو على المكان اللي موجود فيه تشو، وبمجرد ما لين بتشوف الشخص واقف من ظهره بيشبه تشو كده شويه، بتقرب منه وبتكتشف انه مش هو، للاسف واحد بيشبهه بس. وساعتها بتنهار وبتطلع تجري من المكان. ومن الناحيه التانيه تشو بيشوف الفيديو بتاع لين وبيكون حزين جدا، وبيتضح انه لسه بيحبها ومحتفظ بصوره منها، وبيفضل يفتكر ذكرياته معاها، لكن في نفس الوقت مش بيتراجع، وبيكمل العقد اللي عامل مع الست انه يمثل بانه حبيبها قدام جدتها في مقابل الدراسه والفلوس. للاسف بيعمل حاجات غصب عنه. وبنرجع للين وبنشوفها وهي عند زو في شركته، وبتطلب منه انها تشتغل عنده علشان تعوضه عن اللي عملته وتقدر تسدد له الفلوس، لكن زو بيعرفها ان مفيش في الشركه وظائف شاغره، بس بيقترح عليها انها
تكون مربيه لبنته رين لانه محتاج واحده، وعلى طول لين بتوافق طبعا. وتاني يوم الصبح بتروح على بيت زو علشان تستلم شغلها، لكن زو بيتعصب عليه لانها اتاخرت عليه، وهو كمان اتاخر على شغله، وبسرعه بياخد شنطته وبيمشي. وساعتها لين بتقابل رين، ومن الناحيه التانيه بيكون تشو قاعد مع الست دي وبتساله اذا كان عرف لين على اي حاجه عن العقد اللي تم بينهم ولا لا، وبيرد عليها تشو بيقول لها انه ما قالهاش حاجه، وده علشان يضمن روح العقد. وبتساله تاني هيعمل ايه في المستقبل معاه، وهل هيرجع لها بعد سنتين، واذا كان خايف انها تكون اتجوزت شخص تاني ولا حاجه. بيرد عليها تشو بيعرفها انه فعلا خايف يحصل كده، وانه نفسه يكون جنبها، وانه دايما بيفكر فيها، وبيسالها هتعمل ايه لو كانت مكانه، وهتسمح ان تشوف باباها تعبان في المستشفى وما تساعدوش. وهنا بيتضح ان تشو ساب لين فجاه بسبب انه عمل عقد لمده سنتين مع الست دي، ويفضل يمثل معاها على جدتها في مقابل الفلوس اللي عالج بيها والده، ولسه في ثروه تاني. وبنرجع للين وبتكون بتعاني من رين لانها عايزه تخرج للمطره وتلعب في الميه، ولين رافضه تخرج من غير ما تلبس هدوم المطر. ايه يا بنتي بقى اسمعي الكلام، تعبتي قلبي. وكمان رين بتتعصب عليها وبتضربها بجزمه المطر بتاعتها، ده انت مش متربيه كمان. ولما بيرجع زو بيلاقي بنته متعصبه ومتضايقه، ولما لين بتجيب الحاجه الحلوه لرين بتتعصب وبترميها منها في الارض وبتسيبها وبتمشي. وساعتها زو بيسال لين عملت لها ايه طيب، وبترد لين وبتعرفه انها كانت عايزه تخرج للمطر من غير واقي ليها، وكانت خايفه عليها تمرض ولا حاجه. وزو بدل ما يشكرها بيتعصب عليها هو كمان، وبيصرخ في وشها علشان ما تجبرش بنته تعمل حاجه غصب عنها، يعني تضرها يا ابني. ومش بس كده، ده كمان بيطردها من وظيفتها دي. وساعتها لين بتتضايق منه وبتتعصب وبتاخد بعضها وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بنشوفها في النادي مع صاحبتها، وبتكون بتطلع كل الطاقه السلبيه وغلبها في كيس الملاكمه، وده لانها زو فاسد اخلاق بنته مش مربيه على مبادئ. ودودو بتحاول تهديها وبتعرفها انها مش هتقدر تتعامل مع الاطفال، وبتشبههم بالوحوش الصغيره، على الرغم من انها هي وصاحبتها قرروا ان لين مش هتشتغل معاه تاني ولا هتكون مربيه لبنته، لكن كانت متضايقه انها مديونه ليه. وبكده خلص ملخص النهارده. قولوا لنا في التعليقات الملخص عجبكم ولا لا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد مع تفعيل زر الجرس. سلام.